هلو، النهاردة الاثنين 25/8، واليوم يقترب يا جماعة اللي أنا همشي اللي أنا همشي فيه وأسيب أنقرة. الحمد لله الحمد لله، وربنا يبارك لي في بقية الأيام ويوفقني في الخطوات الجاية. بس I hope ان موضوع الحلقة دي يفيدكم. يعني كنت حابة ان انا اشارك معاكم الاكسبيرينس التجربة دي، و I hope ان الموضوع ده تستفادوا منه. يعني لو انتوا حد مقبل على الغربة او متغرب اصلا او عنده فضول يعرف حتى ايه الموضوع ده، ايه الحوار ده. فهحكي لكم عليها من الاول خالص. يعني انا قرار اصلا ان انا ادرس بره ده ما كانش قرار يعني وراه سبب. يعني ما اقدرش اقول ان هو كان وراه سبب منطقي او عقلاني، لان انا خدت القرار ده وانا عندي 18 سنة او اقل كمان. ف يعني ما كانش حاجة اقدر افسرها قوي، ما فيش سبب واضح قوي. ودي حاجة دايما اقولها، ان لو انا كنت اعرف او كان عندي رؤية اوضح للمستقبل، ولو كنت اعرف ايه اللي انا همر بيه بالتفصيل في ال6 سنين دول، عمري ما كنت خدت القرار ده، عمري ما كنت هوافق. يعني كنت هختار طريق تاني بصراحة. بس تاني برضو بقول ان الحمد لله، يمكن انا كنت محتاجة حاجة زي كده، لان الغربة فيها ميزات طبعا. يعني كلنا عارفين ان هي فيها ميزات غير الناس اللي هي بتسافر مثلا عشان، يعني غير الميزات بتاعة التعليم الحلو والفلوس لو حد رايح عشان يشتغل والحاجات والمستوى المعيشة والحاجات دي. لا، هي الغربة نقدر ان احنا نستخدمها الواحد انه يأدب نفسه. يعني دي يربي نفسه ويأدب نفسه ويظبط نفسه. يعني دي بجد من الحاجات اللي بحس ان مفيش عليها كلام كتير برضو، ان ممكن حد فعلا يروح يتغرب ويحط نفسه في الموقف ده، بس عشان فعلا الهدف ده. وده يعني دي حاجة ليها معاني كتيرة جدا، او ليها يعني بتقاد مينينج، بتقاد معنى. فاهمين؟ بتقاد معنى لحياة الانسان جامد جدا. بس برضو اعتقد ان دي بتعتمد على الطريق اللي الواحد هيسلكه خلال السنوات اللي هو متغرب فيها. يعني ايه؟ let me elaborate. الغربة، يعني الواحد لما بيروح مثلا، بالذات انا هتكلم على اللي بيدرسوا بره، لان برضو ما اعرفش على موضوع الشغل بره. يعني انا يا جماعة كبرت في السعودية ماشي، بس عمري ما حسيت بإحساس الغربة والافتقاد والصعوبات بتاعة الغربة ومش عارفة ايه لما كبرت في السعودية. يعني كنت حاسة ان انا الله الحمد لله، انا مبسوطة، انا مرفهة. فاهمين؟ ما حسيت يعني I couldn't relate للحاجات اللي هما بيقولوها على الغربة. انا ما حسيتش بالغربة غير لما جيت بجد ادرس هنا لوحدي. فممكن برضو عشان في السعودية كنت مع عيلتي، كنت مع اهلي وعيلتي وصحابي كانوا كمان كلهم مصريين. هي قد اند انا اكتشفت ان هي ملهاش علاقة بالجنسيات. يعني هو بصراحة بالنسبة لي بالنسبة لي يكفي ان هم يكونوا عرب برضو، لان العرب مختلفين بصراحة. العرب برضو غير في صحوبياتهم. المهم، فهي ملهاش علاقة بالجنسية وكده، هي ليها علاقة بالصحبة. يعني من الآخر دي من أول درس اتعلمته، إن الغربة مش بالمكان، الغربة بالناس. وزمان في السعودية لما كانت حياتي كلها في السعودية وكده وفي المدرسة ومش عارفة ايه، كنت بحس ان انا ما بحبش اصلا انزل مصر، او لما بنزل مصر بحس بغربة شديدة جدا. وكنت اللي هو فاهمين، ما كنتش بعرف اريليت انه ايه ده، الله ده انا مبسوطة قوي وعندي حياة. لا، ما كانش عندي روتين في مصر، كانت كل حياتي في السعودية وكل صحابي وعيلتي في السعودية. بعدين لما كبرنا وكده، وكل صحابي اللي كان عندي مثلا جروب صحاب وكده، كنت قريبة جدا منهم، كانوا هم كمان مصريين وكانوا معايا في السعودية. وبعدين هم بقى كلهم نزلوا بيدرسوا في مصر. فبعد ما حصل الشيفت ده، وانا ساعتها بقى نزلت ادرس في تركيا، يعني قصدي في الجامعة، بتكلم عن الجامعة. من ساعتها حسيت ان انا بيتي او انتمي اكتر لمصر.
فاهمين قصدي؟ يعني لما صحابي وكمان بارت من عيلتي نزلوا مصر، يعني انا عندي بارت عيلة برضو في مصر وعندي بارت كده، فاهمين قصدي؟ فلما حصل الشفت ده حسيت ان لا، انا بحب مصر قوي. الله، انا بحب مصر كده كده، بس قصدي انا بحب مصر بجد، حاسه ان انا انتمي، مش حاسه بغربه او حاسه ان انا عايزه اروح هناك. فاول درس هو ان الغربه فعلا بالناس مش بالاماكن. as much as cliché as it sound او as cliché as it might sound، بس هي فعلا مش بالمكان. دي حاجة. الحاجة التانية الغربة يعني في الأول خالص، أنا هاخدكم من أول سنة بقى خالص. أول سنة طب، معرفش ليه بقول سنة طب، بس هو طب ده تحتها 100 خط، هو كان محور حياتي وما زال مع الأسف، وما زال، أو الحمد لله يعني، طبعا الحمد لله. المهم أول سنة خالص كان عندي 18 سنة، فكان obviously كان يعني أنا مكنتش فاهمة فيه ايه، فاهمين؟ في أول سنة خالص أنا كنت قاعدة كمان في دورمز، في سكن طالبات، كنت قاعدة في أوضة لوحدي، يعني ما كانش عندي اللي هو حد معايا في الأوضة. فكانت بقى في، عارفين اللي هو في الأول خالص كان في اللحظات اللي هي ببقى لوحدي لأول مرة في حياتي، اللي هو أبقى لوحدي تماما. ده كان إحساس غريب جدا على my 18 year old self، اللي هو أنا مش فاهمة يعني ايه اعمل ايه، يعني it was very awkward. تمام، احساس ان انا بقى مع نفسي انا ونفسي ماشي. it was very awkward لان انا عمري ما كنت في الموقف ده، فكان بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. وما كنتش بقى يعني، انا كنت مثلا كل اليوم بالذات في الاول خالص بكون قاعده بعمل حاجه يعني اوراق، مش عارفه ايه مشغوله بحاجات، مشغوله في الجامعه، فمش عارفه كذا كذا. المهم، ففي الاوقات اللي هي كانت اوقات قليله اللي انا بسيب نفسي فيها لوحدي كده، بس انا ما كنتش بعرف يعني ايه ده، دي حاجه غريبه يعني، فاهمين؟ كان احساس ما اعرفش اوصفه بصراحه. المهم، بيبقى اوكورد في الاول انك تقضي وقت مع نفسك، بيبقى اوكورد. واكتشفت ان في ناس لحد دلوقتي، ناس كبيره عاقله بالغه اكبر من 18 سنه، كبار اكتشلي، مش بيعرفوا ان هم يقضوا وقت مع نفسهم يعني. فده تقريبا سكيل يعني، دي كانت برضو من الحاجات، من اول الحاجات اللي انا اتعلمتها. وما كنتش بحب خالص انا اقضي وقت مع نفسي، يعني انا ما كنتش بستمتع بالموضوع، كنت بحس انه يعني الموضوع فعلا غريب جدا. واكتشفت ان انا ما كنتش اعرف نفسي برضو، دي حاجه غريبه جدا برضو كانت بالنسبه لي. وابتديت اصلا اكتشف ان انا ممكن اتعرف على نفسي، ما كنتش فاهمه ان في حاجه اصلا اسمها كده، اتعرف على نفسي وعلى شخصيتي واعرف انا بحب. ما كنتش بفهم اصلا يعني ايه اعرفي انت بتحبي ايه وما بتحبيش ايه، اعرفي انت عايزه يعني ايه الكلام ده، انا مالي انا اللي هو فاهمين. بس فكانت حاجه غريبه جدا. المهم، في طب كل واحد بتكون ظروفه مختلفة تماما، ومش بس في طب، في الجامعة عامة يعني. في الجامعة كل واحد ظروفه، حتى لو كنتوا في نفس السنة، في نفس الدفعة، في نفس كل حاجة، كل واحد فيه كمية اختلاف في البشر يعني وهمي ماشي. دي حاجة طبعا بعد المدرسة بالذات، لما نكون احنا طالعين من المدرسة بتبقى خلاص انتوا كلكم نفس المستوى تقريبا، شبه بعض في حاجات كتيرة جدا، الفصل بتاعكم مش عارفة ايه كده. لكن بقى كجامعة بتبقى حاجة اختلافات فظيعة. فلكم ان تتخيلوا انها بقى ايه كمان جامعة برا. فانا اصلا ما عنديش صحاب يعني، كان عندي بس كان في واحدة مثلا مصرية لقطتها كده، كانت معايا في الاول خالص. وبعدين كانت واحدة صاحبتي برضو من اللي هم بتوع السعودية دول، كانت جت وبعدها مشيت. يعني هي كانت هتبتدي تدرس وكده بس في جامعة تانية، وبعدين ايه مشي، مش عارفة انا ليه بدخلكم في تفاصيل قوي كده. المهم هم دول كانوا مهربي. انا ليه بقول لكم ده كله؟ عشان اقول لكم ان ده كان المهرب بتاعي. لو ماما مش بتكلم، لو انا مش بتكلم مع ماما في التليفون، فانا مع حد منهم، انا قاعده بفرك في اي حته في اي مكان، فاهمين؟ بس طبعا انا برضو ما بعرفش افرك قوي يعني، اللي هو انا بالنسبه لي لا، انا بخاف برضو، انا مش هقدر ان انا افضل بره متاخر والجو ده والحاجات دي نوم. وبرضو يعني لازم ان انا هرجع eventually، هرجع وابقى لوحدي في الاوضه. المهم، فده كانت حاجه غريبه
ماشي. انا مش فاكره برضو التفاصيل بصراحه، بس كان probably كنت بس بركز على المذاكره، يعني كنت على طول بحاول ان انا اركز، وكنت في سيرفايفل مود. افتكرت انا كنت الفتره دي سنه اولى دي كنت في سيرفايفل مود، اللي هو انا بحاول فعلا اجري على اكل عيشي، مش اكل عيشي بقى، اجري على ان انا على معيشتي، ان انا انجح في الامتحانات، لان كان طبعا حاجه اللي هو جديده جدا عليا، النظام جديد جدا، فانا مش عارفه ايه الصح واذاكر ازاي ومش عارفه ايه. فكنت حرفيا مقضياها ان انا ايه بحاول اسرفايف، واكل انا اللي بعمل اكلي، انا كان الاكل بيجيلي، كان الاكل بيكون دايما جاهز، ان انا اسكيور اكلي، فاهمين؟ وبعدين الدورمز مثلا كان بيكون فيها اوقات معينه للاكل. اكتشفت ان انا بجوع مش بس في اوقات الاكل دي. ده كان برضو اكتشاف غريب، ان انا في دورمز وعامله حسابي ان خلاص الدورمز بتقدم اكل، بارت اوف الفلوس اللي احنا بندفعها للسكن بيكون في وجبات. بس كان حاجه بقى غريبه، ان ايه ده انا بجوع كمان في اوقات مش بتكون في، يعني مش بيكون صالة الطعام ماشي، ده الترجمة الحرفية، صالة الطعام بتاعة السكن ما بتكونش فاتحة فيها. فاكتشفت طب انا كده المفروض ان انا اجيب اكل، يبقى عندي اكل في الاوضه، والاوضه ما فيهاش برضو التلاجة اللي فيها بتبوظ كل حاجه، يعني بعد كده اكتشفت ان الحاجات بتبوظ في التلاجة مش بتسقع، وهكذا، فاهمين؟ فكان دايما كان عاملين زي ايه، كان ترايل اند ايرور. وبعدين ميه، ايه ده، طب انا هجيب ميه ازاي؟ احنا كان عندنا كولر في البيت، اعمل ايه؟ ما فيش كولر، ما فيش، مش فاكره والله الميه كنت بعمل فيها ايه، بس انا تقريبا وكنت كمان في الدورمز في دور عالي جدا، فحتى عشان افرضوا انا بعطش في نص الليل مثلا، ولا بعطش بالليل، هنزل من الدور، كان الدور الثامن، هنزل من الدور الثامن عشان اشرب ميه تحت في صاله الطعام اللي تحت، فاهمين قصدي؟ فكان بيكون في حاجات كتيره اللي هو تفاصيل كده صغيره، اللي هو ايه ازاي، وانا اللي وليا مصروف، وانا اللي بصرف بالفلوس بتاعه المصروف، ومش عارفه ايه، وحاجات كده اللي هو، وكارت بنك، عندي حساب بنك وانا عندي 18 سنه، اللي هو لا انا بيبي. بس وبرضو keeping in mind ان انا بصراحه كنت مرفهه، يعني انا بصراحه يا جماعه برضو ممكن في ناس كبرت في ظروف اصعب من كده، بس ستيل الغربه مختلفه برضو. المهم، ف كان في تفاصيل كده صغيره كانت بتبقى ترايل اند ايرور، اللي هو انا فعلا on survival mode. المهم you got it, I'm sure you got البوينت من دي. فنعدي على البوينت اللي بعدها، هي ان بقى ايه الطريق اللي الواحد ممكن يسلكه، او ايه الطرق المختلفة اللي الواحد ممكن يسلكها في حاجة زي كده. وهقول لكم دي بقى بأمثلة، يعني أمثلة أنا شفتها. تمام. اول حاجة يعني في طريق بقى ايه اللي متعرف عليه، اللي هو واحد جاي من بيت مقفل جامد، او بيت very strict. ومش بقول متدين، لان لا، مش شرط ان كل بيت متدين يبقى very strict وخانق اللي جواه. تمام، لو سمحتوا ما تترجموش دي كده، لان انا مع البيت المتدين عادي، انا احب البيت المتدين، بالعكس دي حاجة كويسة. انا بتكلم على اللي هو كان مخنوق او هو مكبوت، في ناس كده بتكون مكبوتة. تمام. فده بقى ويجي بقى في الغربة ينفتح جامد جدا، اللي هو انفتاح وخلاص، يعني مفيش بقى ضمير، او اكيد عنده ضمير، اكيد الناس دي بيكون عندها ضمير اعتقد يعني، بس يعني خلاص مبهورة. ودي طبعا برضو بصراحة هنا بقى تفهموا فعلا مين اللي ربنا، ان تفهموا هنا قصدي ان الهداية فعلا من ربنا، وان انتوا لو انتوا ربنا هديكوا فعلا دي نعمة. ودي حاجة عمري ما فهمت معناها، ان يعني ايه انا محظوظة لو ربنا هديني؟ طب ما انا برضو قاعدة بجاهد ان انا اكون متدينة واتمسك بديني في وجود كل المغريات دي، فاهمين قصدي؟ بس لا، انتوا اصلا فكرة انكوا في الطريق ده، في طريق المجاهدة، دي نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة جدا، very underrated. تمام. فهنا بقى فعلا يعني يجي بقى مكان يجي قصدي الدعاء بتاع انه ايه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده it's very very essential. تمام. فزي ما بقولكوا في طريق الانفتاح ده، واللي هو واحد بيكون يعني اسمه ايه ده، بينفتح فجأة على كل حاجة.
هو اكيد بصوا الناس دي مش هنقعد نجادج دلوقتي، مش هنقعد نتكلم ان احنا نحكم وكده، بس ده طبعا حاجة غلط، ماشي، ده كلنا معترفين ان ده غلط. بس الناس دي مش شرط انها ناس وحشة وقليلة الادب وهي لا، بس فعلا ربنا ما هداهمش، بس او يعني بس ما كانوش محظوظين ان ربنا يهديهم. فاهمين قصدي؟ والموضوع بيكون فعلا مغري لان مفيش اي رقابة. وبرضو يعني ما اقدرش ان انا الوم اهل الناس دي، لان انا شفت ناس فعلا كتيرة كده واهاليهم ناس محترمة جدا، وما اقدرش اقول ايه ده دول ما ربوش عيالهم ولا ما زرعوش فيهم المعاني الايمانية والمعاني الدينية ما اقدرش ان انا الوم الاهل، لان ده اتهام، ده لوم كبير جدا ويبقى لوم وحش قوي. بس هو زي ما تقولوا قلة عقل من العيل، لان برضو keep in mind ان احنا بنكون at that time بنكون شباب طايش. قلة عقل. تاني حاجة بتكون يعني في ناس كتيرة ياما اهالي محترمة وربت جامد جدا وبذلت مجهود في الرباية وطلعت العيال برضو كده، فده بيكون عامل كبير جدا من الانفايرمنت، من ايه، من البيئة بتاعة الشخص ده، البيئة اللي هو اختار انه يحط نفسه فيها. غالبا هتبقى مثلا هي دي البيئة اللي قدامه واستسهلها واستظرفها مثلا. اول حاجة استظرف البيئة دي وحبها في الاول وقال لا انا عمري ما بقى زيهم. بس يعني we all know انه this is a lie، او we all know انه دي حاجة eventually هتبقى زيهم، eventually هتتجر. فدي انا شفتها، وانا كنت دايما من الناس كشابة يعني كواحدة عندها 18 سنة واصغر، وانا في ثانوي وكده، ما كنتش بحس ان الصاحب ساحب ولا حاجه، ما كنتش بحس كده يعني، كنت بحس لا عادي انا مش هتجرب اصحابي. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني ان انا اصحابي at that time بتوع الثانوي دول بتوع هاي سكول كانوا كويسين. فالحمد لله فعلا يعني ايه ما اتجرتش الحاجه اللي هو يعني ما تعرضتش للفتنه دي، هو ده قصدي. فما اقدرش ان انا احكم على حد تعرض للفتنه دي، لان دي فتنه صعبه جدا، لانها بتبقى بالصحاب والواحد فعلا ما بيكونش حاسس بيها، هي بتبقى خطوات الشيطان، ما بتبقاش اللي هو يعني خلاص راح سافر واليوم اللي بعده بقى في البار، لا ما بتحصلش كده خالص. او يعني مش في البار، يعني في امثله اوحش مش عارفه، بس يعني قصدي ايه انه مش بتبقى اللي هو سافر واليوم اللي بعده على طول بيعمل حاجه out of his nature جدا. فاهمين؟ لا. ف فدي حاجة بتبقى ايه زي ما قلنا عشان ما توهش على الموضوع، بتبقى البيئة. فدي حاجة فعلا مفروض ان احنا ناخد بالنا جدا منها. انا كجنى كنت يعني ازاي مثلا لو انتوا هتقولوا لي طب انت يا جنى ازاي حميتي نفسك كده، ماشي انا let's assume ان احنا في انترفيو حد بيسألني السؤال ده، فانا سألته اهو وهجاوبكم وهقول لكم ازاي. طبعا ده زي ما قلت لكم انا هنا فهمت قد ايه، وده فهمته بعد سنين طبعا، بعد ما قعدت ارفلكت وابص واشوف الامثله دي، عرفت ان ده فعلا من ربنا، وده ان ربنا اختار ان هو يهديني وفعلا يثبتني. ويا رب اكتر، يا رب نكمل اكتر، عشان يعني احنا كلنا ضايعين برضو بصراحة بيني وبينكم. this doesn't mean ان انا برضو يا لهوي فظيعة، بس المهم ان ايه، دي طبعا كنت محظوظة الحمد لله في الحتة دي. و انا كجانا كنت بستنكر جامد جدا، يعني كنت بستنكر جامد قوي اي حاجة اللي هو فظة كده. فاهمين قصدي؟ عارفين يعني ايه فظة؟ فاهمين يعني اي حاجة كده اللي هو اوفر قوي كده، كنت بحسها اللي هو يعني بتخض. فاهمين؟ انا كنت بتخض من الحاجات دي. وغير كده الحمد لله الحمد لله برضو انا كنت بشارك مع ماما كل حاجة، فهي برضو كانت يعني بصراحة كانت بتساعدني جدا في الحاجات دي، يعني بتساعدني في وكمان كنت ايه يعني اول ناس قابلتها بصراحة، يعني هي زي ما بقول لكم هي ما كانتش فقاقة مني على قد ما هي كان الحاجات اللي حواليا، يعني الحمد لله ما تعرضتش لحاجات اللي هو فتنة صعبة واللي هو اوف انا بحاول اجاهد من ان انا اجوين الجروب العسل بس اللي هيوديني في داهية ده. فاهمين قصدي؟ يعني الحمد لله ما تعرضتش لحاجة كده، ما كانوش عسل، يعني اللي كانوا بيكونوا فظين كده ما كانوش بيكونوا عسل، كانوا بيكونوا غريبي كريبي. فاهمين؟ ما كانوش لزاز قصدي. دي حاجة. الحاجة التانية ان زي ما قلت لكم كنت بقعد اقول لماما برضو، ما اعرفش لو دي برضو يعني a factor that برضو it protects،
والحاجة التالتة برضو وهي اهم حاجة، ان البيئة اللي حواليا، اول ناس انا قمت مسكت فيها كانوا ايه، كانوا بنتين مصريتين. فانا دول مسكت فيهم الحمد لله، هم كانوا من عيلة اصيلة، من عائلات اصيلة ونظيفة ومحترمة ومتدينة. وصاحبتي اللي هي كانت نزلت دي، فدي كانت حاجة تمام. فدي برضو بصوا شايفين يعني ربنا، انا دلوقتي انا لسه مدركة ربنا بيهيأ لي الظروف، برضو ربنا بيهيأ لي فمين قصدي يعني دي برضو فعلا من ربنا. فالواحد كل واحد وابتلاءه، يعني كل واحد وابتلاءه. الحمد لله ان انا ما ابتلتش في حتة زي كده، بس في ناس بتبتلى وفي ناس بتروح في الطريق ده. دوري ان انا اقول لكم بس عشان تبقوا ايه يعني اوير بكده. ولو حد فعلا من اللي بيسمعني لو اتنشرت، لو البودكاست دي باذن ربنا كده ان شاء الله باذن الله ربنا نفخ في صورتها وبارك فيها كده ايه اتنشرت، فلو حد مقبل على كده بيسمعني وعايز ياخد خبرة من الموضوع ده، فهو it exists و it's very possible. ناس عسل ومش عارفه ايه بس يودوك في 60 داهية. في بقى الطريق كمان اللي هو الانعزال، وده اعتقد ان يعني انا وصاحبتي ماشي، في واحدة صاحبتي اللي انا بقى يعني واحدة تانية غير اللي انا قلت لكم عليهم العرب، هي واحدة مش عربية. اعتقد ان انا وهي سلكنا الطريق ده غصبا عننا، يعني احنا ما كانش consciously حصل كده. بس دلوقتي يعني انا at that time كنت بحس ان دي اوحش حاجة، ان انا منعزلة. ايه الانعزال ده؟ انا نفسي يبقى عندي صحاب اكتر من كده ومش عارفة ايه، خصوصا ان انا بجد يعني انا شخص بيحب الناس. وبعدين يا جماعة انا بحس ان المصريين كلهم بجد كده، مش كلهم طبعا بس قصدي فمين قصدي يعني كده الروح كده الحلوة اللي تحب الناس ايه ومش عارفة وعسى يعني يحبوا كده يدخلوا في الجروبس ويتكلموا مع دي ودي 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 وهكذا، فاهمين؟ بس انا كنت برضو بحس ان انا to some extent كده اللي هو انا بحب الناس ومش عارفه ايه، كلنا بنحب الناس عامه. بس المهم ان انا كنت بحس ان ايه، لا انا عايزه يبقى عندي شله، او هي دي الصوره اللي كانت في بالي، ان انا هيكون عندي شله بقى في الجامعه ونروح سوا ومش عارفه ايه. وعارفين انتوا الخيال، اي حد بقى مسافر يدرس بره عنده الخيال ده، هنبقى عندنا شله ونخرج في الويك اندز ونروح بقى ونذاكر سوا، نبقى نذاكر سوا ومش عارفه ايه، ونروح البارك ونروح الجيم ونروح كده. فطبعا الحاجات دي كنت بقعد اندب عليها سنين، اقسم بالله اول كام سنه كنت بقعد اندب يعني سنين ان انا ما عنديش جروب انا قريبه منه كده. في جروبس في جروبس اللي هو كنت بستلذها وهم يستلذوني ومش عارفه ايه، وممكن نخرج مع بعض وكده، بس مش اللي هو احنا قريبين، مش بيساتسفاي احتياجي للجروب. انا كان نفسي في جروب زي الجروب بتاعي بتاع ثانويه عامه which is impossible. يعني انا كنت حاسه انه it's possible، عشان كده كنت عايشه في ايه، في ندب، كنت قاعده بندب ان ايه ده، لا انا عايزه و it's possible، ليه مش بيحصل. المهم ف later on بعد 6 سنين على اخر 6 سنين ادركت ان دي كانت نعمه. لان يعني بصراحه انا دلوقتي برضه لما ابص مفيش جروب عدل بصراحه. يعني الجروب ماشي، انا في جروب انا فيه ماشي، وغير الجروب ده، والجروب ده انا بتكلم ان هو ايه، يعني احنا مش قريبين قوي من بعض، او ممكن انا اللي مش قريبه قوي منهم تقريبا. المهم عشان احنا كلنا بس في سنين مختلفه وكده. بس هم فعلا الجروب اللي انا فيه بصراحه، مش عشان حابه منهم معاهم اللينك بتاع البودكاست وممكن يسمعوا البودكاست not because of this totally بس هو فعلا يعني الجروب ده من احسن، من انظف الناس، بل انظف هم انظف الناس فعلا ان انا قابلتهم ماشي. بس انا معرفش مثلا اصلا كل واحد عنده كام، يعني معرفش عيلتهم عندهم كام اخوات مثلا، ولا مامتهم وباباهم بيشتغلوا ايه، عنديش فكره. انتوا متخيلين يعني we're that not close، فاهمين قصدي؟ بس ناس نظيفة ماشي. عشان كمان فيهم يا جماعة، معلش ادخلكم في تفاصيل، فيهم ناس كبرت في الخليج، فام لايك واو الله، ايوه هم دول الناس بتوعي، فاهمين؟ اللي هو بتكون مختلفة برضو بصراحة. تربية الخليج، تربية مصر طبعا عسل، وتربية الاردن، وتربية ماشي. المهم بجد كل احترامي وسلامي لكلهم. المهم
ده طريق الانعزال ده كان برضو زي ما بقول لكم، ده بسبب الظروف، كل واحد وظروفه والفتن اللي بيتعرض لها والحاجات اللي بيتعرض لها. احنا الحمد لله برضو دي كانت نعمة، زي ما بقول لكم الانعزال ما كانش احلى احساس، بس كانت نعمة. عشان الفتنة في الدين دي يعني later on I came to realize فعلا ان هي اوحش فتنة. خلاص يعني على رأي ماما، انتي من غير الدين احنا ولا حاجة، خلاص احنا كده ضعنا دنيا واخرة، اي حاجة تانية عادي طز عادي، بس بقى فتنة الدين دي حياة او موت فعلا. يعني انا ما كنتش بفهم الكلام ده زمان بصراحة، ما كنتش بعرف ريليت ليه، ما كنتش بعرف اتفهمه بعمق، يعني ما كنتش بعرف افهم ايه العمق بتاعه ده، او ايه يعني ايه اللي انت ايه يعني. انا عايزه جروب، يعني ما اجيبي لي جروب طيب وبعدين نتكلم في الفتنه دي وكده، فاهمين قصدي؟ بس فهو طريق الانعزال ده، وهدخل في كل طريق بتفاصيل، بس يعني مش هقدر افيدكم قوي في الطريق بتاع الضياع، بس هو منشور جدا واكتر حاجه منتشره الايام دي. very typical، واحد مكبوت في عيلته او بيحس ان هو he can't relate لعيلته، عيلته متخلفه قوي من حيث ان هم رجعيه، مش متخلفه، رجعيين قوي وايه وكده، يعني مش متحضرين وكده، يسافر يتغرب يضيع. بس دي حاجة، ده طريق معترف عليه جدا، ودي من الحاجات اللي بجد لازم ناخدها في الاعتبار وناخد بالنا منها. تمام، الطريق ده قفلنا عليه، وانا شفت فعلا الموضوع ده وكان فعلا حاجة، يعني فكرة ان الواحد ما بيبقاش مبسوط على فكرة. يعني لما حد بيسلك الطريق ده برضو ما بيبقاش المهم، ده obviously يعني مهم. بعد كده ايه الطريق اللي بعده؟ الطريق اللي بعده هو زي ما بقول لكم طريق الانعزال، وده فكرته ان الواحد بيكون يعني على survival mode، ماشي، اللي هو قاعدة بحاول، انا كنت بحاول اللي هو ايه، اعيش ان تمام هذاكر واخلص وكده، بس بحس ان ايه خلاص كل حياتي كده. يعني ما كنتش عارفة اللي هو برضو، يعني كنت انا برضو بارت كبير جدا انا اللي كنت مزعلها في نفسي، فاهمين قصدي؟ مزعله نفسي قصدي. بس برضو ميزته كانت ان اي جيند قوي سكيل، حوار ان انا اقعد مع نفسي واقضي وقت مع نفسي فعلا، ويعني اادب نفسي. هو ده بصراحه انا بشوف ان ده من احسن الطرق ان الواحد يأدب نفسه. مش شرط ان هو ينعزل قوي، وانا برضو زي ما بقول لكم هو انا ما انعزلتش قوي، انا بس I didn't meet my expectations of a big شله بقى ومش عارفه ايه ويا وكده، وايام الجامعه الاحلى ايام بجد، نعم احلى ايام ده. الحمد لله يا رب، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله قصدي الذي نجانا، الحمد لله. المهم probably انا ممكن ابقى غبيه بجد ويوحشني الايام دي بعد ما امشي، انا عارفه لان انا لسه هنا في انقره. الحمد لله بجد، الحمد لله يا رب، يا رب يعدي بقيه الايام دي على خير. المهم طيب، طريق الانعزال هو مش انعزال، هو مور اوف تأديب وتزكيه to some extent، لان برضو لما بتحاولوا انكم تطلعوا بقى على العالم، I actually did، حاولت ان انا اطلع بقى واعمل صحاب وكده. تعالوا بقى نتكلم كده، اتكلم على رأي ماما، اتكلمي مع اللي قاعد جنبك، يعني مع اللي قاعده جنبك في المحاضرة، ما تتكلمي حاولت اشكال، استغفر الله بجد فما فيش، يعني ما كانش في حد بالكواليتيز اللي انا عايزاها. وهنا برضو بنيجي ونتعلم ان فعلا صعب جدا ان احنا نلاقي حد يتفصل علينا. عارفين الحلقة اللي بجد كانت، اعتقد ان انا بوصف فيها الموضوع ده بطريقة حلوة، انا مش فاكرة طبعا قلت ايه بالظبط في الحلقة بصراحة، مش عايزة ادلكوا غلط برضو، بس هي حلقة اللي هي اكذوبة ذا وان، ماشي، اكذوبة ذا وان دي هي حلقة قديمة شوية، بس فعلا بندرك ان دي أكذوبة كبيرة جدا، حوار ان انا هلاقي السول ميت بتاعي، او يعني كبست فريند بقى، ولا حتى كزوج. في ناس بتدخل كتير على الجامعة اللي هو انا هتجوز، انا هلاقي السول ميت بتاعي اللي انا هتجوزه وهكمل شريك حياتي. كذب فيه، اوكي ماشي، ابارك للناس اللي لقت، ما شاء الله عليكم، بس لا، دي نادرة. اعتقد انها نادرة، انا مش عايزة اكذب. مهم
فبالذات لو انتوا بتدرسوا بره، ما اعتقدش ان دي سهله خالص، بالعكس بتبقى اصعب يعني. المهم ف... فدي حاجه. الحاجه التانية انها بتعلمكوا ازاي فعلا يعني بتعرفوا نفسكوا فعلا، ودي حاجه حلوه. يعني دي حاجه، انا عارفه ان الجمله دي اتنشرت جدا و it sounds cringy شويه. اعرف نفسك، اتعرف على نفسك. بس الموضوع ده فعلا سكيل، ولازم كلنا في العصر ده نتعلمه. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا هاجي اتجوز ادخل في علاقه جواز وانا اصلا مش عارفه انا مين وعايزه ايه وعايزه واحد عامل ازاي. عمري ما هلاقي واحد اللي هو 100% زي ما انا عايزه مثلا، او عمري ما هلاقي واحد اللي هو يعني فاهمين قصدي. عمرنا ما هنلاقي اللي هو زي ما قلت لكم. اسمعوا حلقه اكذوبه ضمان، دي بصراحه حلوه. انا مش فاكره كنت بقول ايه فيها، بس انا فاكره انها كانت عجبتني يعني. المهم في الحلقه دي حلقه بتاعتي انا يا جماعه، في الشانل بتاعتي انا. ايوه بمدح، ايوه انا بروج على حلقه وبأعلن لنفسي. فدي كانت حلقه حلوه بصراحه فعلا، دي اكذوبه. المهم غير كده برضو طريق الانعزال ده، او انا مسميها انعزال بس هو مش انعزال، هو مور اوف ده رياليتي. هو ده اللي بيحصل. رياليتي از ان مش كل الناس عندها بest friends، مش كل الناس عندها جروبس، مش كل الناس بتلاقي الشخص اللي ترتاح معاه اللي هو كبست فريند يعني 100%، وتقول كل حاجة قدامه. لأ يعني دي أكذوبة. ده ممكن في هاي سكول فعلا الواحد كان بيكون عنده صحاب بيحكي لهم كل حاجة، كل التفاصيل وكده، بس ده بيكون عشان فترة تمرد برضو على العيلة وفترة ان الواحد بيحاول يثبت نفسه ان هو مستقل والكلام ده كله. لكن بقى لما نيجي على الحياة اللي بجد، مش حاجة اسمها ان شخص واحد بس اقعد احكي له كل حاجة، يعني مفيش. ماشي فطريق انا مسميها الانعزال ماشي، بس هو دي تسمية غلط، بس هنكمل بيها يا جماعة عشان احنا في نص ساعة ولسه في حاجات تانية عايزة اقولها. ماشي وي ريتش نص ساعة وانا لسه مش عايزة اطول قوي 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 كده، هطول. ماشي جهزوا نفسكم بس. المهم فالطريق ده اللي هو انعزال مش انعزال، ده بحسه الرياليتي. يعني ده بتتعرضوا بس لرياليتي، وبتنزلوا من سقف الاكسبكتيشنز والطموحات اللي مش عارفه ايه، بتبتدوا تنضجوا بجد وبتفضوا لنفسكم. فهو ده الطريق بتاع بجد التأديب النفس. هنا بنقابل ناس، بنقدر نعمل علاقات وكده واصحاب، بس عمرها ما بتبقى الحاجه اللي احنا بجد بنتمناها، وعمرها ما بتبقى الحاجه اللي بتشبعنا. ففي الطريق ده انا بحس ان معظم صراحه الجروب اللي انا بقول لكم عليه، وانا ما اعرفش، انا زي ما اقول لكم انا ما اعرفهمش برضو ديبلي، بس من نظرتي للبني ادمين، ماشي واحده اصلا في اوائل العشرينات بتقول كده، بس ولكن من نظرتي للبني ادمين، جمله ستينيه، من نظرتي للبني ادمين انا اعتقد ان معظمهم اخدوا الطريق ده. هم كمان صحاب، واحنا كلنا صحاب ومش عارفه ايه وكده، بس انا اعتقد ان هم برضو يعني كانوا واخدين الطريق ده، كل واحد في حاله to a great extent. كل واحد يعني بيعافر وبيحاول يعيش وكده، فاهمين قصدي، بيحاول انه ايه يتعايش وهكذا ويسرفايف، وفي نفس الوقت يعني بيحاولوا ان هم يزكوا نفسهم. يعني انا هقول لكم في مثلا شفت المثل المتدين، ماشي، يعني كل واحد منهم، او استنوا بس هقول لكم حاجه، كل واحد منهم كان I can tell ان في نقص عاطفي. تمام معلش هندخل في حته كرينجي شويه، بس ده الواقع. يكون في نقص عاطفي. النقص العاطفي ده مش شرط ان هو حبيب او حبيبه، يعني انا بتكلم على انه ايه نقص عاطفي، يعني احتياج عاطفي لبني ادمين تانيين. احنا فعلا بنكون محتاجين شخص تاني يعني نحس بالارتياح 100%، ونقدر ان احنا نبقى نفسنا قدامه. دي بتبقى صعبة جدا ان احنا نلاقيها في مجتمع زي كده. دي انا بحسها فيهم، معرفش ليه، بس احنا دايما لما بنخرج كلنا سوا انا بشوف ان كل واحد حاطط قناع. يعني عمري ما بعرف اشوف البني ادم الناس دي على حقيقتها بجد، مش عشان هما ليهم وشين والجو نو انا قصدي حاطط قناع عشان احنا كلنا مش عارفين ان احنا برضو نبقى يعني مش 100% نفسنا قدام بعض. وده طبيعي، ده عادي، مش عيب مننا. انا نفسي برضو بكون حاطة قناع طبيعي، لان دي ناس انا مش قريبة منها قوي برضو، بس you can tell. و you can tell برضو ان في صراع برضو،
تمام كلنا في صراع ومش عارفه ايه، بس انا قصدي صراع عاطفي انه ايه، لا الواحد مش يعني في برضو ايه كده احتياج انه الواحد يعمل كده، فاهمين؟ هو الاحساس ده ما بيجيش بسهوله في الطريق ده، بل to some extent ما بيجيش. يعني انا الاحساس ده بيجيلي بس مثلا لما اسافر مصر، او لما اتجمع مع عيلتي، او لما حد منهم يجيلي، كنت بحس انه اوف، يعني laying back كده، اللي هو خلاص اسند ظهري واريح واشيل القناع واقعد كده مأنتخة. الاحساس ده بجد نادر في الطريق ده، تمام. بس هو ده برضو زي ما بقول لكم، نرجع تاني للبوينت ان الطريق ده هو اكتر طريق بحسه بيربي وبيأدب وبيخليكم بجد اللي هو كأنه جيش. الطريق ده كأنكم دخلتوا الجيش يعني، ماشي. بل انا في فتره كمان في حياتي كنت بسمي ان انا حاسه ان انا الجامعه دي بالنسبه لي جيش، وفعلا هي كانت جيش بالنسبه لي، بالذات ان انا كنت مرفهه وانا اصغر اخواتي يا جماعه، فدبل الترفيه، دبل الترفيه على ايه، على 2 3 كده، ماشي. تأديب يعني. بس فناخد بقى زي ما بقول لكم، ناخد مثلا المتدين، ودي انا شفتها. حتى مثلا المتدين واللي خلاص اهو بيحاول ان هو يعني يعف نفسه، ماشي. يعني هقول لكم حاجه، انا عارفه ان هو متدين واضح جدا، ومثلا كان راندوملي في ايام كنا بنكون فيها مثلا مش عارفه في المكتبه، فمثلا يقول لا انا مش عارفه ايه، انا صايم. فاللي هو فاهمين قصدي، اللي هو تمام انا فاهمه ان انت ده واحد بيحاول يعف نفسه، عشان يعني انا فاهمه كده لان انا برضو عندي خلان وعندي رجاله في العيله يعني، مهم obviously. فخلاني يعني كانوا بيعملوا كده، دخلتكم في تفاصيل يعني. المهم عشان خلاني كانوا برضو متغربين، فكانوا بيعملوا كده، كانوا بيصوموا برضو كده. ده واحد كان بيحاول يعرف نفسه. بس حتى ده مثلا صاحب، تمام، كان في فتره كان مصاحب فيها، بجد حاسه ان انا بفضح العيال، بس ما قلتش اساميهم، ما قلتش اساميهم ماشي، سامحوني يا جماعه، ما قلتش اساميكم، ما اعتقدش ان هم هيسمعوا لحد هنا. المهم ده مثلا في فتره جات له كان صاحب، اللي هو يعني بصوا، مش هنقعد نتكلم على ان اوف لا، طب ما الصحوبيه قشطه يعني، لو باحترام بحدود ولا مش عارفه ايه، انا مش هدخل في الحته دي. بس كلنا عارفين وهو عارف اكيد الصحوبيه حرام، بس نقطه تمام. ف حتى هو صاحب مش عشان عيبه منه او عشان هو قليل ادب ولا مش متربي ولا مش عارفه، بالعكس بقول لكم ده متدين محترم جدا ومش عارفه ايه واينون ان هو متدين وكده وذو اصل وفعلا يعني ما اعتقدش ان، ما اعرفش، انا اكيد ما دخلتش في تفاصيل الصحوبيه ومش يعني، بس انا قصدي ان ايه، حتى ما اعرفش. المهم بس what I'm telling you is ده ضعف عادي، البني ادم فعلا بيضعف كده. وما اقدرش اقول لكم ان يا عيب، لا، ما اقدرش ان انا اقول يعني، ما اقدرش ان انا احكم عليه كده، فاهمين؟ كل واحد فعلا ليه ليه ذنوبه، مش فاهمين؟ مهم مش هندخل في الحته دي حاضر. بس المهم ان هو صاحب، حتى ده صاحب مثلا، ده واحد يا جماعه، ده مثال قصدي ان الواحد ده، الولد ده لو انتوا تشوفوه تقولوا اوف ده متدين جدا، ده مستحيل، تمام. بس جات له فتره صاحب، هو دلوقتي ما اعتقدش انه، ما اعرفش انا بجد ليه انا بقول لكم التفاصيل دي، بس يعني ايه، خلاص سابوا بعض يعني. واحد تاني برضو متدين، ويعني متدين عادي، فاهمين؟ هو عادي، مستوى اسمه ايه، ميديم يعني، اسمه ايه، انه اسمها ايه، متوسط اوكي، عادي ان هو يعني كده، تمام. حتى هو كمان صاحب، فاهمين قصدي؟ ففي كتير كان امثله كده، مش بيصاحبوا اللي هو بالطريقه بقى الفظه، بس يعني ايه، انا قصدي انه بيحصل ضعف. مش عارفه لو صح ان انا قاعده بتكلم في الحاجات دي، يا رب سامحوني. المهم انا بس بحاول اديكوا امثله انه ايه، بيكون في احتياج مهما كان دي كرنج، احتياج عاطفي، ده طبيعي، كلنا بشر وبنحتاج كده. فكرة احنا بقى اللي نختار هنوجه الطاقة العاطفية بتاعتنا دي فين، تمام. البنات اعتقد البنات بتقدر تكنترول الموضوع ده اكتر. اكشلي لا، استنى هقول لكم حاجة، لا بس دي ما كانتش متدينة. المهم ان انا كان في واحدة برضو صاحبتي، وكانت بتصاحب برضو، هي ما ملهاش قوي في الاجواء دي يعني، هي محترمة جدا، هي مش متدينة، بس هي كانت محترمة جدا يعني، اخلاق، عارفين اللي هو الناس اللي بنقول عليها
اخلاق من غير دين، ودين من غير اخلاق. عارفين انتوا المثل ده ينطبق عليها جدا. اخلاق من غير اسلام، يعني دي بجد واحده اخلاق مسلمين جدا وعلى فطرتها ومش عارفه ايه، بس كان فيها يعني انا نفسي كنت بستغرب، هي ما كانش عندها صحاب اصلا، ما كانش عندها صحاب غير انا تقريبا، انا كنت اقرب صحابها، بس كانت بتصاحب. بس مش عشان حاجه، مش عشان هي قليله الادب وكده، لا، بس ده بيكون احتياج عاطفي، وكل واحد بيختار هو عايز ي... ازاي يلبي الاحتياج العاطفي ده. تمام، انا داخله في تفاصيل معلش يا جماعه، بس ايه بقول لكم عشان يعني من هدف التعليم. تمام، كل واحد بقى الاختيار بيجي فين، انت هتودي الطاقه دي فين، او هتودي الاحتياج ده فين، ده بقى في اختيارك انت. تمام، في ناس بتضعف عادي، ده ما يعملهاش ان هي ناس قليله الادب وكده، انا وضحت الموضوع ده وقلت الجمله دي 15,000 مره. المهم بس فدي حاجه. تمام، هل possible ان الواحد يعدي منها من غير ما يصاحب؟ عشان كل الامثله اللي انا اديتها كانت ناس متصاحبه. طبعا عندكم قدامكم جنى، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميني، انا ما صاحبتش يا جماعه الحمد لله. ماشي، بس طبعا انا كمان كان عندي احتياج عاطفي. الاحتياج العاطفي ده بقى المفاجاه الحلوه الجميله، ان هو يقدر يتلبى بصحاب عادي من نفس الجندر على فكره. يعني ان انا اقدر يبقى اكلم صحابي اللي هم صحابي بجد، اللي هم بقى ايه، كانوا بره اصلا تركيا. ماشي، عشان زي ما قلت لكم انا بصراحه الصحاب دول، الشله دي ما كانتش بتلبي لي الاحتياج العاطفي بتاعي. الاحتياج العاطفي ده على فكره ممكن يتلبى باهلكم، انا كان بيتلبى مثلا بماما، كان بيتلبى بصحابي بتوع مصر، صحابي بتوع السعوديه، صحابي كده، فاهمين؟ يعني بيتلبى بالصحاب اللي بجد اللي انا قلت لكم عليهم ايه، اللي انتوا تقدروا تبقوا نفسكم قوي قدامهم، ودي نعمه كبيره جدا. وعادي اتس فيري نورمال لو انتوا ما عندكوش الصحاب دول مثلا، اتس فيري نورمال ان انتوا ما يكونش عندكم، بل هو ده المنتشر اكتر بالذات في الزمن ده. صعب جدا، يعني انا كل الصحاب دول ان انا بقول لكم ان انا اقدر ابقى نفسي. طبعا كبرت وعرفت ان ما ينفعش كل حاجه نقولها لكل الناس. تمام، بس في فرق ما بين انكم تقولوا كل حاجه عن حياتكم لشخص، وانكم تبقوا نفسكم عادي، تبقوا انتوا زي ما انتوا. يعني انا جانا من غير قناع قدام حد من صحابي عادي، لا دي possible، دي possible، لا حتى لو نادره بس possible جدا. ماشي، ومش نادره قوي كده زي الصاحب اللي تقدر تأتمنوا على كل حاجه. في فرق زي ما بقول لكم، في فرق انكم تقولوا وتأتمنوا، وفي فرق انكم تبقوا نفسكم انتوا جانا. انا جانا معاكم مثلا، ماشي. you should feel lucky، فاهمين قصدي؟ مش قصدي بجد، بس انا قصدي ان ايه، ممكن عشان بس مش شايفاكم وان انتوا مش شايفيني. المهم وانتوا كمان قليلين جدا، يعني قليل جدا اللي بيسمعوني، فالحمد لله. المهم فدي الحاجه ان دي حاجه تقدروا ايه تلبوها بالطريقه دي. تمام، ده اختيار طبعا تقدروا تلجأوا له طبعا. بس فبقى هنا بتقعدوا بقى تقضوها ايه، كولز ومش عارفه فيديو كولز ومش عارفه ايه وايه وايه وايه. بس فدي الحاجه التانية، انا قلت على الاحتياج العاطفي دي، بصراحه انا اعتقد انها حاجه مهمه، لان هي دي في الطريق الانعزال، هي دي الثغره الوحيده اللي ممكن ايه، الثغره الدينيه، يعني ممكن ايه تكون توديكوا في حته مش كويسه قوي، فاهمين قصدي؟ هي دي اللي ممكن توقعكوا شويه، انما غير كده هو بيكون بس اكتئاب ونكد بس عادي. يعني as long as ان احنا يعني مكتئبين وايه بنلجأ لربنا في الاكتئاب ده، فتمام، احنا قشطه، تمام، هيعدي ان شاء الله. المهم الحاجه التالتة بقى، الطريق في طريق تالت، لحظه واحده بسأل نفسي لحظه. كان في طريق تالت كنت عايزه اتكلم عنه actually. بصوا، انا اقدر اقسم طريق الانعزال ده لطريقين. سوري، في طريق تالت، ان الواحد ينغمس قوي بالانفايرمنت بتاعته. مش شرط ان الانفايرمنت او البيئه اللي حواليه اللي هو منغمس فيها قوي بقى وانفولفد قوي ويشارك بقى ويقضيها اكسترا كوريكولر اكتيفيتيز ومش عارفه ايه وايه وايه وايه، مش شرط ان دي تبقى حاجه وحشه زي المثل الاولاني ان هو ان البيئه بتاثر عليه سلبيا. لا، هو عادي ممكن ان واحد يسلك طريق بقى ايه، ودي شفت برضو فيها امثله كتيره حلوه ووحشه. الحلو منها كان ان هما بياخدوا ليدرشيب رولز ومش عارفه ايه، كانوا بيكونوا ليدرز بجد، وبتكونوا عادي ناس متدينه جدا يعني، فاهمين؟ دي كانت شفتها اكشلي في كذا حد برضو
بيشارك في حاجات كتيرة جدا بقى في جروبس وكده. دي بصراحة انا ما كانش عندي طاقة ان انا اعمل كده يعني. دي محتاجة طاقة سوشيال جامدة جدا. ودي اعتقد برضو انها لا يعني حلوة في كده، حلوة انكم مش بتحسوا قوي بانكم يعني بالوحدة او كتير قوي كده او بالانعزال قوي كده. اعتقد يعني ده من بره انا شايفاها كده. ففي مثلا الطريق ده برضو طريق يعني حلو لذيذ. بصوا as long as ان هو حلال ومش بيضيعكم عن ربنا. وهاجي للحتة دي لان دي حتة اساسية جدا 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 جدا، انا ما ادركتهاش الا لما جيت هنا. يعني حتى الجملة دي اعتقد خالي هو اللي قالها، قال ان الدين في مصر او الدين في بلدنا رفاهية، لكن الدين في الغربة حاجة احنا بنتمسك بيها عشان نقدر نعيش. this is so true وسو يعني بجد احنا بنتمسك بيها عشان نقدر ان احنا ايه نسرفايف نعيش وما نضيعش. يعني حاجة احنا فعلا كده. المهم هنيجي للبوينت دي ضرورية جدا. المهم الطريق التالت اللي انا بقول لكم عليه ان الواحد يقعد ينغمس في اكتيفيتيز وجروبس وكوميونيتيز ومش عارفة ايه ده كله. انا بقول ايه اسمه ايه ده keeping into consideration ان دي كلها حاجات حلال وكويسة ومش بتبعد عن يعني مش بتأثر سلبيا على الواحد. تمام. فدي بتبقى حلوة ان زي ما بقول لكم بيدخلوا بقى في جروبس كتير. بس انا بحسها بصراحة لو هتسألوني على رأيي الشخصي بحسها صعبة في طب. تمام. لان انا شفت ناس بتعمل كده وهي في طب. دينها ما ضاعش بس الطب بتاعها ضاع يعني الدراسة ضاعت، سقطوا ماشي كده على طول سكة دغري زي ما بيقولوا سقطوا ماشي. فدي بتبقى محبطة. دي بتبقى محبطة من الحتة دي لان انت اصلا مسافر هنا عشان تدرس. انا قاعدة بكلم دلوقتي فئة المغتربين عشان الدراسة. انت مسافر عشان تدرس، جاي تدخل في حاجات انت مش قدها ليه؟ فاهمين قصدي؟ انا برضو مش هنا عشان احكم. سوري مش قصدي ان انا ابقى شديدة عليك، مش قصدي بس احنا مسافرين برضو ما ينفعش ننسى هدفنا. احنا جايين هنا ليه؟ جايين عشان عايزين ندرس ونخلص الجامعة دي والكلية دي ونعدي على سلام وامان. ماشي نعدي منها زي الشعرة من العجينة تقريبا. I hope ان انا استخدمت المثل صح. المهم فايه دي بتأثر في كده. اعتقد وانا معرفش بس اعتقد ان لو كلية تانية ماشي ممكن يبقى في وقت اكتر. معرفش انهي كليات، ما عنديش خبرة في الحتة دي بس اكيد مش الطب بالذات اول سنة. يعني انا كان دايما ده بقى الطريق كمان ده من الطرق اللي انا كان نفسي فيها جدا ان انا اسلك طريق ادخل في كوميونيتيز وكلابز اللي هو كوميونيتي برضو قصدي. ادخل بقى في الحاجات دي ومش عارفه ايه واشارك واعمل واكتيفيتيز والحاجات دي كلها بتبقى حاجه فعلا من بره it seems so fun وحلوه جدا. بس الفكره ان ماما هي بصراحه اللي قعدت. انا كنت كل شويه اقعد اقول انا عايزه ادخل في الجروب ده، عايزه ادخل في الكلاب ده، عايزه ادخل في يا جانا مش اول سنه دي سيبيها انك تكتشفي النظام. المهم بعد اول سنه حصلت بقى الكورونا ماشي. فايه بعد اول سنة فالحمد لله خلاص يعني البقاء لله يعني خلاص فعلا الواحد ما كانش فيه بقى الحاجات دي فما كانش possible. المهم فايه قالت لي اول سنة ادي نفسك على الاقل فرصة، اول سنة تكتشفي النظام تتعودي عليه ومش عارفة ايه وتفهمي ايه اللي بيحصل وبعدين نبقى نبتدي نشوف ايه الاكتيفيتيز دي عشان برضو ما نضيعش دي. فدي بصراحة شكرا يا ماما على النصيحة الجميلة دي فعلا بصراحة انا استفدت منها ماشي. وانصح جدا حتى لو انتوا انا ما بقدرش لما حد مثلا يجي يسالني او ياخد رايي او كده او يقول لي انا عايزه ادخل او تعرفي كلوب كذا او تعرفي انه اي حاجه ما بتجرأش ان انا اقول لهم لا ما تدخلوش. يعني بحس ان انا هقفل الشخص. بس انا بقول لكم هنا على البلاتفورم بتاعتي ان يا جماعه ادوا نفسكم اول سنه فرصه تاخدوا على النظام حتى لو انتوا مش طب. ده انا بقول لكم عامه بقى ادوا نفسكم فرصه بس بالذات لو انتوا كليه صعبه او كليه فيها مذاكرة كتير بتعتمد كتير على المذاكرة انكم تنجحوا بالمذاكرة وكده. المهم فدي كانت حاجة. وده في واحد برضو اقدر اديكم مثلا في كذا واحد اكشلي زي ما بقول لكم ناس كتير اكشلي سلكت الطريق ده وبيكونوا مبسوطين. انا بحس كده اعتقد ما اعرفش. المهم بصوا يا جماعة سايد نوت برضو مهمة. سؤال هل انت مبسوط ده سؤال ساذج قوي بصراحة
في حتة ان واحد متغرب وكده، لان بحس انها يعني انتوا لو سألتوني هل انتي مبسوطة، انا ما يعني عمري ما شفت واحد اللي هو الله مبسوط وبيضحك وبيزقطط على كده. لا، حتى بقول لكم الجروب اللي انا معاهم دول، يعني ولا واحد فيهم اقدر اقول ان الله ده مبسوط يا بخته، اوف واضح ان الولد ده ولا البنت دي يعني مبسوطين جدا. لا، ما بيكونش كده. بس هل انت راضي؟ ممكن نسأل كده، عشان لو مش راضي ما كانش هيكمل، كان مشي. وفعلا في ناس بقى مشيت اصلا من اول سنة خلاص يعني، ودي فعلا وعندهم حق. حاجة لا تحتمل في الاول بالذات، بتبقى صعبة جدا، بتبقى very challenging. ماشي، المهم ف هل هما مبسوطين؟ معرفش، يعني السؤال ده فعلا ساذج، بس مش معناه ان هما تعسى برضو، ما في فرق. يعني هي ما بتبقاش انت مبسوط يا اما لو انت مش مبسوط يبقى انت تعيس. بس في مثلا هل انت راضي؟ هل انت راضيه يا جنى؟ انا راضيه الحمد لله جدا جدا طبعا الحمد لله. انا ما كنتش راضيه ما كنتش كملت. بس الموضوع بيكون فيه معافره شويه، وما بيكونش بامبي زي ما احنا فاكرين خالص بقى، خالص ما بيكونش بامبي. يعني بيكون ايه؟ يعني معافرة على تربية على تأديب على ايه كده كده كذا 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 وهكذا. ماشي، طيب. الطريق ده زي ما بقول لكم اقدر اديكم مثل ان في ناس فعلا دخلت فيه وكده، وكان تحسوا انه فعلا يعني من بره بيبان انه الله ده في معنى في حياته، ده في تحقيقات. يعني عارفين مثلا بيشاركوا، بالذات اللي بيشاركوا في الحاجات اللي هي التطوعيه دي، حس انها الله يا بختكم. انا كان نفسي فعلا ان انا اشارك في حاجات كده وابقى اكتف فيها. ماشي، اخر حاجه عملتها هو ان انا شاركت بالفعل، دخلت الجروب، دخلت الواتساب جروب، بس ما شاركتش، ما قدر يعني ما بيكونش عندي فعلا الطاقه. المهم فالناس دي برضو لا بيكون عندهم بقى حته المذاكره. ومثلا اللي انا بقول لكم عليه ده سقط برضو. ماشي، ما هو كمان يعني ما اعرفش لو دي من الجروبس دي، ما اعتقدش، يعني كل واحد وظروفه كده. ما سالتوش انت ليه سقطت obviously. بس بصراحه اقول لكم حاجه تانية برضو، يعني غير ان الجامعه بتاعتنا صعبة اصلا، حتى لو انتم منعزلين يا جماعة انعزال تام، فهو السقوط فيها سهل جدا. يعني السقوط فيها فعلا سهل قوي، وهما ما بيرحموش. المهم مش هندخل في الكلام ده، انا لسه محتاجة الدبلومة بتاعتي منهم، فايه ما ينفعش ان احنا نتكلم عنهم. المهم ف ف يعني الجامعة فعلا صعبة، وانا دايما يعني بجد دايما اي حد بيسقط بالذات في الجامعة بتاعتنا بلوم الجامعة. فاهمين؟ يعني عادة اي حد بيسقط بتقولوا ايه ده وكان مستهتر. لا، انا عندي صحاب سقطوا وانا شاهدة عليهم بجد، شاهدة لحد يوم الدين ان هم كانوا مجتهدين جدا، كانوا شاطرين جدا. بل انا كنت بشوف حبة منهم اصلا اشطر مني والله العظيم. يعني انا كنت بشوفهم ايه ده انت يعني انتوا ازاي كنتوا كده، ده انتوا مجتهدين قوي وشاطرين وكده. فاهمين؟ بس فعلا بلوم الجامعة مش بلوم الناس دي. فلا يعني مهم. ده العيب بتاع الطريق ده، انه احيانا الواحد بيدخل فيه بزيادة، بيهمل هدفه الاساسي اللي هو الدراسة اللي هو جاي عشانه. تمام، دي الحاجة التالتة بقى اللي انا كنت عايزة اقولها لكم، وهي موضوع الدين والتشبث. مش عارفة لو دي كلمة صح، بس المهم التمسك بالدين قوي. يعني ان احنا بنتشعلق فيه كده، اللي هو فاهمين كأن في تحتنا ما فيش ارض، وفي حبل كده احنا ماسكين فيه ورجلينا مدلدله. عارفين المنظر ده بتاع الافلام؟ هو كده بالظبط، احنا بنتمسك كده في الدين. وانس ان انت سبته هوب هتقع في البحر اللي تحتك وتغرق، ليترالي تقع وتغرق. والمنظر ده عمركم ما تتخيلوه الا فعلا وانتوا في حته، مش بس في ما اقدرش بين بوينت بلد معينه. ات ذس بوينت كل البلاد، حتى بما فيها مصر والسعوديه كل البلاد بقى فيها الفتن دي. فما اقدرش اقول ان مع ان تركيا هي بلد مسلمه، بس ستيل فيها فتن كتيره جدا برضو. بالذات ان انتوا برضو بتبقوا لوحدكم معرضين ومش عارفه ايه، والله اعلم بقى كل واحد بيتعرض لفتن بلس. يعني بنتعرض لفتن بلس بقى بتكون في لحظات الضعف بتاعت كل واحد. فعلا محدش يهدينا غير ربنا، وما نقدرش نطلب من حد يهدينا غير ربنا. ودي قصة بجد، يعني ده موضوع طويل جدا اقدر اقعد اتكلم عنه لحد بكرة. بس هحاول اختصر واقول لكم ان ده ما بيكونش اوبشن يا جماعة. لو انتوا عايزين فعلا ما تضيعوش،
فده ما بيكونش اوبشن ان الواحد يفضل على، مش هقول انه ان الواحد بس يعني كده يفضل على دين، لا، انه يفضل على السيم ليفل بتاع دينه. ما ينفعش، ده مش اوبشن. انت يا اما هتحاول وتعافر انك لا تزود من دينك ومن ايمانك، وده هيحصل بانك بتزود العبادات وتزود، حتى ما فيش حاجه اسمها انا مش بخشع، انا مش لا، اتصرف، اعمل اي حاجه. يعني مش الخشوع ده ليفل عالي جدا 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 جدا، يعني فاهمين؟ لا، ما فيش حاجه انا مش حاسس. ما تحسش، احنا هنا بنحاول نعيش. لا، انت مش بتحس، فاهمين انتوا؟ يعني الواحد مش بيحاول اللي هو يحس لا 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 لا، ده انت بتحاول تعيش. انت ماسك بقولك في حاجه، انت لو سبت هوب هتقع تغرق. فبتبقى بايه ان هوب احاول ازيد اي حاجه، احاول في اي طريق. يعني في مليون طريق، احنا كلنا ضايع، مفيش حد وصل لدرجه عاليه قوي قوي من الايمان، والا كان خلاص. يعني فاهمين؟ احنا بشر بس. فبقى ايه يعني؟ نزود في العبادات. ما ينفعش حتى نفضل في السيم ليفل. انا بقول لكم يعني ما ينفعش مثلا واحد كان بيصلي وبيصلي كل الصلوات ومش عارفه ايه وبيقرا ورده اليومي، لا، انت لو في الليفل ده لازم لما تيجي لازم تعلي، والا لو ما علتش انت هتوطى جامد جدا. مش هتوطى بس، لا، انت هتوطى جامد جدا. ليه يا جماعه؟ يعني هقول لكم حاجه هنا، او في قبل كده حد قالها. احنا زمان زمان، مش فاكره، تقريبا كان فاضل سليمان هو اللي قال المقوله دي. زمان ايام الجاهليه، ولا الايام اللي هي يعني وقت ما الاسلام، او ايام ما الاسلام كان بيحاول ان هو يتنشر، بس ما كان يعني كانوا الناس لا مشركين وكده. هم كانوا مشركين يعني كانوا مؤمنين بربنا. يعني قصدي انه مؤمنين ان في ربنا وفي اله وفي خالق، ماشي، في خالق، بس ما كانوش يعني كانوا متاكدين من كده، كانوا عارفين ومتاكدين، بس كانوا بس بيعملوها عند. فاهمين قصدي؟ كانوا بيعملوها عند ان هم مش عايزين يدخلوا الاسلام عندًا مثلا، او مشركين مع ربنا في مثلا آلهة تانية بيعبدوها. لكن في الاخر هم عارفين ان في اله وخالق. تمام؟ دلوقتي الايام دي احنا في شك اصلا، بيشكوا لو في اصلا اله. انتوا متخيلين؟ فالليفل اسوأ بكتير جدا. يعني احنا هنا we're dealing with something else اصلا. فاهمين قصدي؟ فلا طبعا، والناس دي بتكون حواليكوا كتير قوي، ودي حاجه غريبه جدا. يعني انا عمري ما كنت اتخيل ان ممكن يكون في حد كده في الطب مثلا، حد ملحد في الطب، ازاي؟ بس لا، طلع ان فيه. او مثلا ان حد بالنسبه له اللي هو الدين ده اللي هو مش اوبشن اصلا ان هو يحاول يتدين، مع ان انت يا ابني انت تعيس. اي حاجه، بحاول ان انا امديتيت، بحاول ان انا اقرا كتب، مش عارفه ايه، بحاول ان انا افتح موسيقى. يا لهوي يا جماعه، كان عندي حته دين ريزيدنت. الريزيدنت ده كل يوم بيشغل، واحنا كلنا بنقعد في نفس الاوضه، كل يوم من اول اليوم لحد اخره مشغل موسيقى. ماشي، بنشغل موسيقى على الكمبيوتر للأوضة كلها. يا ابني طب انا مصدعة. يعني فكك من اغاني ولا ايه، موسيقى ما كانتش اللي هو اغاني، كانت فاهمين اللي هو موزارت والناس دي، بيتهوفن ده، ومش عارفه انا بنطقهم صح ولا لا، بس المهم ان ايه اللي هو الكلاسيك ميوزك. بس ستيل يعني هي دي اللي بتهديك، ويكون متعصب فيقوم معلي الصوت، هي دي اللي هتهديك. طب هديت؟ لا، هو كان طول عمره متعصب. هو كان على طول، مش طول عمره، هو كان على طول كده on the edge. فاهمين؟ on the edge. المهم، فسبحان الله زي ما بقول لكم، بيكون الناس دي عندهم كره كده او نفور شديد، اللي هو ده it's not even an option. انا مش هحاول الجا لده، في حين ان هو ده اللي يعني انت المفروض مش تلجا، انت المفروض تمسك، يعني تقفش جامد. تمام؟ بس فزي ما بقول لكم الحته دي المفروض ان احنا لا بنزود، مش حتى بنحافظ على نفسي. احاول احافظ على صلاة، طبعا حاول تحافظ على صلاتك، اكيد ما اقدرش اقول حاجه غير كده. بس قصدي لا، مش بس كده، لا، ده انت تحاول تعلى، لا، ده انت تحاول تعرف ربنا اكتر واكتر واكتر. يعني انا بصراحه الحمد لله الحمد لله، يعني انا كنت طول عمري عادي مستوى متوسط من التدين، بس لما جيت هنا اللي هو لا، انا كنت بحاول ان انا اتعلم اعرف عايزه اي حاجه الدنيا، اي ذكر، اي حاجه. عارفين اللي هو كنت فعلا بحاول اللي هو اي حاجه. بعدين القران مثلا، احنا بنقرا القران واحنا مش فاهمينه، فلو انا بحاول برضو اقعد اقرا مثلا، طب اقرا ببطء، طب اسمع حاجه، طب فاهمين قصدي؟ اللي هو كده بتحاول، يعني بتعافر كده، اللي هو you're surviving, you're trying to survive.
دي كانت حاجة مهمة جدا جدا جدا، ودي حاجة ما زالت يعني قصدي دي حاجة مهمة جدا، ودي حاجة كتير مننا ما بيكونش مدركها إلا يعني ممكن بيدركها متأخر. أنا مثلا هقول لكم حاجة، في مثال برضو في بقى الناس اللي بجد على فطرتها، أو اللي فعلا هم دول اللي زي ما بقول لكم ربنا اختار ان هو يهديهم، ودول بجد محظوظين وهم مش عارفين ان هم محظوظين ممكن. بس ايه الناس اللي لجأت لربنا، ودول انا شفتهم امثله شفتها، هم ما كانوش اصلا بيصلوا ولا متدينين ولا اي حاجه، كانوا عاديين جدا، بس لما جم هنا اتعلموا الصلاه وبقوا يعرفوا يصلوا وبقوا يلتزموا في الصلاه. انتوا متخيلين دول اللي ايه قلوبهم بجد نظيفه وقلوبهم يعني فاهمين مش متغطيه كده، مش متغطيه من ذكر ربنا، ودول محظوظين لعلمكم. ده برضو الهدايه من عند ربنا. ف دول يعني بصوا عائلاتهم، انتوا فاهمين الجمال، انتوا فاهمين ازاي جايين من عائلات اصلا مش متدينه، اصلا ما تعرفش دين، وجم هنا ما لقوش حد يلجأوا له غير ربنا. انتوا فاهمين؟ فلا يعني في طبعا فرق كبير جدا بصراحه. بس الموضوع ده لا يعني بصراحة ممكن ادخل فيه زي ما بقول لكم، ممكن اقعد اتكلم فيه من هنا لبكرة. يعني الواحد فعلا مثلا في جملة هي اللي انا سمعتها قبل كده، هي اللي فرقت معايا جدا، ان I could relate ليها جدا جدا. هي دي كانت من الجمل اللي حسستني ان الله يعني بصوا مثلا ماما كانت دايما تقعد تقول لي اتكلمي مع ربنا. اللي هو يا ماما يعني ايه اتكلم مع ربنا ازاي يعني؟ تقولي اتكلمي اشتكي لربنا، قولي ربنا يا جنى ومش عارفه. ما كنتش بفهم اصلا زي ما بقول، ما كنتش فاهمه يعني ايه يعني. انا اللي هو طب ما انا دلوقتي مثلا خلصت الصلاه، طيب دلوقتي انا بالنسبه لي هو لما اتكلم مع ربنا في الصلاه او في السجود مثلا او كده اللي هو بدعي وكده، خلاص خلصت الصلاه، خلص كلامي مع ربنا. تقول لي لا مش لازم، اللي هو عادي كده لما تكوني متضايقه اتكلمي مع ربنا. فانا ما كنتش فاهمه. ماشي المهم انا فهمت ده امتى بقى كمان؟ طبعا فهمته الحمد لله مع الايام وكده. و يعني دي بتبقى حاجه على فكره حاجز، معلش عايزه الابوريت على دي، بتبقى حاجز فعلا عندنا ان يعني ايه اتكلم مع يعني ازاي بأنهي لغه، ولا ازاي فصحى يعني، ولا اتكلم لا عادي كده بنتكلم كده يعني زي ما انا بتكلم مثلا كده مع ايه يعني معاك، ولا طبعا يعني مش قصدي زي معاكوا، بس قصدي انه ايه فاهمين، بالمصري عادي، بالانجلش عادي، باي لغه باي طريقه عادي، بتشتكوا زي ما بتشتكوا لاصحابكوا او لاهاليكوا. المهم فالجملة اللي فرقت معايا جدا كانت واحدة بتقولها انه انتوا صحابكوا مش هيكونوا فاضيين لكم 24 ساعة، في اللي بقى هتكون مشغولة في حياتها، وفي اللي هتكون مش عارفة ايه، وفي مثلا ممكن فرق التوقيت لو انتوا عايشين في بلاد مختلفة وهكذا، لكن الوحيد اللي available 24/7 هو ربنا. فدي for some reason فعلا فرقت معايا جدا انه ايه ده فعلا. يعني انا لان انا كنت بعاني من الحوار ده، كنت دايما بكون عايزة اتصل بحد واقعد اشتكي له كده، او اقعد احكي معاه وكده، ومثلا صاحبتي دي تكون مش فاضية دلوقتي او بتعمل حاجة او كذا كذا، وماما برضو تكون مش فاضية يعني. طب هعمل ايه؟ طب اكلم مين؟ وانا هنفجر بقى، خلاص هنفجر، بالذات قبل بقى ما اكتشفت موضوع الجورنالينج ده. يا جماعة الموضوع ده مش هدخل فيه عشان مش هبطل كلام. المهم حتى على فكرة في حاجات يعني لا هي ما بتبقاش بقى بالجورنالينج، هي فعلا محتاجة انك تحكي لربنا، تسلم امرك لحد اكبر منك، لحد يعني لايه فاهمين قصدي، تسلم نفسك، تسلم قصدي امورك التقيلة دي لحد كبير جدا. بس فهو الموضوع ده فعلا كنت بقدر ريليت ليه جدا. يعني انا بكون عايزه حد دلوقتي حالا حالا، بس فاضطريت بقى. وبعدين بقى دي الجمله دي مع جمله ماما ما تتكلمي مع ربنا يا جنى كده. وماما بتتكلم اللي هو يعني ده كومن سنس يا جنى، دايما بتتكلم كده، دايما تديني المعلومات اللي هو يا ما تعملي كذا يا جنى، اللي هو يا ماما ما انا مش عارفه يا ماما، ما انا اصغر منك يا ماما، يا ماما انا لسه. مهم حبيبتي والله. ف الجملتين دول مع بعض فايه ساعتها خلاص فعلا اتعلمت انه ايه لا يعني اشكي ربنا فعلا. في الاول بتبقى اوكورد فعلا، في الاول اللي هو بحس ان انا بكلم نفسي عادي طبيعي، بس بعد كده لا فعلا بتبقى
very relieving و very يعني لا بتفرق جدا بصراحة. وفعلا الواحد بيتمسك بدينه عشان يعيش. وعلى فكرة بس ده لا احنا كده هندخل في، مش عايزة اثير الجدل دلوقتي. مهم المهم الموضوع ده لا بيفرق جدا. هقول لكم بس معلش جملة واحدة، ان إيه حوار اللي يقولك لما تيجي تقول لما إنه التريقة بتاعت لما تقول لمامتك انا مكتئب فتقولك طب صلي لك ركعتين، فاللي هو تحس انه لا هي مش هتتحل كده. لا هي على فكرة بتتحل كده، بس هو الموضوع ما بيكونش بس الركعتين دول. هي مش تابلت، هي مش قرص دواء هتاخدها الركعتين وخلاص هتخف. لا ده بيكون بناء من زمان جدا، بناء على مدى طويل مدى بعيد. فده بيكون preventive medicine، مش مش حبة بنادول. فاهمين قصدي يعني ايه؟ فعلا ربما يكون ان الركعتين دول مش هما اللي هيشفوك نفسيا وهما اللي هيحسنوا اكتئابك وهكذا، بس هو القصد من صلي لك ركعتين، القصد من كده هو ان ده اصلا حاجة انت المفروض كنت قاعد بتبنيها بقالك سنين، او على الاقل بقالك شهور على الاقل مثلا. فاهمين قصدي؟ حاجة بقالك بتبنيها وقت طويل جدا. فالركعتين دول ساعتها هيفرقوا هتكون مهموم هتروح تصلي هتفرق. لكن ما ينفعش واحد مثلا ما بيصليش اصلا ما بيركعهاش وبعدين تيجي تقول له صلي لك ركعتين. اكيد لا طبعا لانها دي حاجة محتاجة وقت تتبني. علاقتك مع ربنا والاحساس الروحاني يعني دي روحنا برضو. وهنا برضو فعلا الحاجة اللي بتضايقني جدا ان هما يعني لازم فعلا بصراحة في الطب النفسي نزود حتة السبيريتشواليتي الروحانية لو سمحتوا. يعني حتى لو ماشي اديان مختلفة، لا تسي مثلا احنا في بلد مسيحية مش تركيا مثلا، لا تسي احنا في اي بلد مسيحية ما عندهمش بس عادي السبيريتشواليتي دي كل البلاد عندها ديانة اعتقد يعني. المهم نزود حتة السبيريتشواليتي، او على الاقل حتى لو ما عندكمش ديانة يا شيخة امنوا ان في ربنا، على الاقل ان في حد كبير جدا. فاهمين قصدي؟ بس فلازم يعني انا اعتقد لازم الطب النفسي يزود حتة السبيريتشواليتي، لان الانسان ما يقدرش يشيل همومه كلها لوحده، ما يقدرش. خلاص اثبتت العصور ان الانسان ضعيف جدا جدا جدا. بس يا جماعة ركعتين هيشفوك، بس لو انت اصلا كنت بتركعها قبل كده كتير وبتحاول وبتتكلم مع ربنا فعلا وبتحاول ان انت تزود من ايمانك، زي ما بقولك انك تفضل على نفس المستوى is not an option. انت يا اما هتزيد يا اما ايدك هتفلت وهتغرق. تمام؟ بس يا جماعة فالغربة قرار مش سهل، مش بامبي زي ما كلنا فاكرينه، بس قرار ذو معنى بصراحة لو استغليته صح. يعني فرصة حلوة جدا الواحد يربي نفسه ويأدب نفسه، وبيعلمك معاني كتيرة جدا عن الحياة. يعني بتعيش معاني جميلة جدا فيه، وبينشفك طبعا ده كده وبتعيش معاني زي ان خلاص يعني بتحس فعلا بقد ايه ان الحياة دي مش باقية. يعني الدنيا بتهون عليك اكتر، مش بتكون متمسك قوي بمكان. دي من احلى الحاجات فيه فعلا، ان الواحد ما بيكونش متمسك قوي ببلد معينة او بيت معين او مكان معين، بيكون عارف ان هو ماشي كده. وبالذات لما يقضي في المكان ده وقت كتير، المعنى ده بيترسخ فيه اكتر، ان لا انا خلاص انا كده ماشي. فحاجات تانية بقى كتيرة بتهون عليه ومش بينفست قوي. وزي برضو ما يعني زي ما بيقولوا برضو جاء الاسلام غريبا وسيعود غريبا. لحظات عايزة اتأكد برضو وسيعود غريبا. ومش بس الاسلام، احنا والدنيا لحظة I have to get this online. الدنيا كايه اللي هي تروح فيها تتضلل، دي جذع شجرة ولا ايه؟ لحظة واحدة يا جماعة. ماشي جبتها. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وكمان في واحدة تانية انا ما كانش قصدي على فكرة على جاء الاسلام غريبا. دي
ترو برضو. كان قصدي على اللي هي مش عارفة الاقيها، اللي هي بتاعت ان انت جاي الدنيا هنا انك تستظل بشجرة وخلاص، بعدها تقعد تحت شجرة بس تستظل شوية بعدين تقوم تمشي. فهي الدنيا كأنها هي الحتة دي، مش فاكرة بالظبط كانت بتتقال ازاي ومش عارفة اجيبها. بس المهم that's it. ما كنتش عايزة اطول عليكم قوي كده، دي تقريبا اطول حلقة عملتها، بس I hope ان انتوا تكونوا استفدتوا، و I hope انكم بس كده. مش عارفة اقول لكم ايه يا جماعة. شكرا. باي.